الساعة الآن 6:18 تماما بتوقيت دمشق سوريا من دون بشار الأسد. السلام عليكم، مرحبا يا صبايا، شلونكم؟ طمنوني عنكم، ايش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بألف ألف خير يا رب. وانتوا عم تشوفوا الفيديو اليوم، رجعت لكم فيديو جديد، وعدتكم اني انزل فيديو نهار 3 ان شاء الله تعالى. وحاولت يعني كتير هيك، وان شاء الله نزلت، يعني رح ينزل هذا الفيديو يوم الثلاثاء، وان شاء الله يعجبكم. هو قصير مو طويل، وبس هيك فيه كم شغلة، بس هذا يعني هيك عن بمناسبة اني تحرير الوطن، والحمد لله رب العالمين. والحمد لله هيك كل سنة ويكون وطننا بخير وأمن وسلامة ورياحة، والحمد لله إن شاء الله هيك يا رب يكون من حسن لأحسن إن شاء الله. في الأيام القادمة إن شاء الله هيك بيكون الوطن يعني عم يتعافى، بيكون أحسن. الحمد لله رب العالمين. أكيد كلكم هيك شفتوا امبارحة شلون شو اللي صار. وهلا قبل ما هيك نبلش بالموضوع، خلونا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ايه والله يا صبايا، حبيت بس هيك اشارككم هدول الشغلات اللي اشتغلتهم هيك هلا مشان يعني مناسبة هيك ذكرى تحرير سوريا، الذكرى السنوية. والحمد لله رب العالمين. هلا هدول هيك الشغلات انا اشتغلتهم. بتعرفوا اني بشتغل بالكروشيه يعني على المخرز، بشتغل على السياخ، والحمد لله. يعني هلا انا هدول هي تلبيسة كوب. ايه والله يا صبايا، وهيك اشتغلت هديك هيك لفاحة صغيرة هيك، يعني اني ديكور موديل، يعني اني واحد يحطها. هلا بالنسبة للشمعة وهدول الاعلام واللوحة، هدول شغل بنتي اكيد ما انا. يعني حتى الشمعة هي بتصب شمع، لاني يعني إيه هي اللي عملتهم. انا طبعا بس شغلت الصوف. هلا انا بحسن اساوي مثلهم، بس هي اللي اشتغلتهم، انا مالي علاقة. كل واحد بيستلم شي، تعرفوا يعني. انا وهي اثنيناتنا بنشتغل هيك شغلات. ايه والله يا صبايا، حبيت هيك اورجيكم اياهن. واليوم الفيديو كله يعني عبارة عن بس شغلات الثورة وهيك، وعلم الثورة وعلم الوطن. والله هيك يا رب يجبر بخاطرنا، والحمد لله رب العالمين جبر بخاطرنا. وان شاء الله عقبال ما هيك ننزل ونكحل عيوننا ونشوف بلدنا ان شاء الله. وحاجتنا غربة عن جد، يعني حاج بكفي غربة. ان شاء الله الله ييسر لنا يا رب، ويختار لنا الخير لنا والكون وللجميع، يختار الخير رب العالمين. وعن جد بهنيكم، بحب اهنيكم يعني بهاي المناسبة وان شاء الله هيك كلياتنا بننجمع ببلدنا وبتخلص هالغربة. والحمد لله رب العالمين على كل حال. وهي هيك قهوتنا كانت قهوة ثورجية بامتياز. طبعا نحن ثورجيين أبا عن جد من أيام من أول الثورة، والحمد لله رب العالمين. ونحن بنفتخر بهذا الشيء. وطلعنا على تركيا طبعا مو بإرادتنا. نحن وقت اللي فضوا حلب يعني طالعونا مجبرين طلعنا. والحمد لله رب العالمين، كله هذا كان خير بحقنا وبحق بلدنا. والحمد لله على كل حال. والله هيك يرحم الشهداء. وما بعرف ايش بدي اقول بهالمناسبة، يعني بس عن جد شعور، يعني قضينا يعني هالكم يوم يعني عن جد شعور لا يوصف. والحمد لله رب العالمين. وان شاء الله هيك عقبال ما ننزل ان شاء الله على بلدنا. وكمان اكيد اكيد الشعور ما راح يوصف ابدا يعني. الله اكيد الكل اشتهى يعني انه ينزل ويشارك بالاحتفالات، ويشارك يعني بالمناسبة هاي. بس سبحان الله، اللي له نصيب نزل واللي ما له نصيب ما نزل. والحمد لله رب العالمين على كل حال. ايه والله يا صبايا، والله هيك هي قهوتنا. واعطوني رأيكم بالديكور بالهيك شغلات. انا قلت لكم هلا هذا الفيديو ما فيه شي، يعني اني هيك شغلات بسيطة. ومثل ما وعدتكم طبخت ملوخية، مع انه انا قبل بيوم يوم الاحد كان عمكم ابو عبده جايب لي بده يساوي ارمان وفريكة ورز. قلت له ايه تكرم ابشر، مع انه انا بدي اساوي ملوخية يعني تاني يوم. قلت له ابشر لعيونك، يلا. وعملت ارمان وعملت فريكة ورز. هي يوم الأحد. امبارحة طبخت، رجعت رز تازة وطبخت الملوخية.
إيه والله وهلا هيك شوفوا لي اعطوا لي رايكم بهذا المنظر هيك وهذا الصحن. يعني قلت لكم قالوا مشان ترند الملوخيه اني نوحد الطبخه. إيه ما شاء الله الخلق كلياتها طبخه ملوخيه. ايه هيك جكارف بشار وعيلته مع اساس بحبوا الملوخيه. ايه والله والحمد لله رب العالمين عن جد يعني هيك. وانبسطنا والحمد لله نحمد الله ونشكره. وهلا اعطوني رايكم بهذا المنظر وبترككم بأمان الله. والفيديو هيك مو طويل ما طولت لكم اياه بس هيك حبيت يعني اشوف هيك وبدي تعليقاتكم الحلوة اشوفها ولايكاتكم. وبترككم بحفظ الله وبأمانه وسلامات.